انا هحل لكم الموضوع ببساطة جدا. انت ما عندكش ideas، مظبوط؟ انا هساعدك، بس انا هساعدك وانت تساعد نفسك. ازاي؟ انا هديكم كتاب PDF هتلاقوه مع الماتيريال. الكتاب ده فيه ايه؟ الكتاب ده فيه كل اسئلة كامبريدج لتاسك 2 من اول بوك 10 لغاية 7. يعني اي سؤال تاسك 2 كامبريدج نزلته هتلاقي تحتيه الافكار اللي انت تجاوب بيها السؤال ده. مش كده بس، هي مديالك options. يعني الشخص اللي عايز يوافق مع الإيساي ده هيلاقي الأفكار مكتوبة والأوبشنز مكتوبة. أنا ليه ممكن أوافق مع الموضوع ده؟ والشخص اللي عايز يرفض الموضوع ده هيلاقي برضو هو ليه ممكن يرفض الموضوع ده. طيب تعالى أوريكم كده جزء من الكتاب عشان تفهموا إزاي تذاكروه. مهم قوي أذاكر إزاي الكتاب ده. أنا في الكتاب عندي مثلا سؤال زي اللي قدامنا ده. Countries are becoming more and more similar because people are able to buy the same products anywhere in the world. ده السؤال. Do you think this is a positive or negative development؟ طبعا لو حد اديته السؤال ده هو مش جاهز عنده الأفكار. طب أنا مش عارف، يعني فكرة إن الناس تشتري نفس الحاجة من البلاد بتاعتها وهي قاعدة. أنا بحب التيشيرتات اللي في فرنسا، فبدل ما اروح فرنسا واحجز تذاكر واسافر، لا ده انا بشتريها وانا قاعد في مصر. هل دي ميزة بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ فالافكار مش جاهزة عندك، لا احنا بنقرا الافكار دي في الكتاب اللي موجود. الكتاب اللي موجود بيدينا تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني انا موافقة ان الموضوع ده بوزيتيف، بدل موافقة يبقى لازم ادي تو reasons. هو ده اسمه ايه؟ opinion essay. opinion essay يعني body 1 و body 2 هيتكلموا على رأيي الاتنين. رأيي supported with two reasons. reason body 1 reason في body 2. طيب أنا موافقة وشايفة إنه positive. ليه؟ body 1 السبب this reduces the cultural gaps and strengthen countries connections. ده بالعكس، ده بيقلل الجاب بين الثقافات وبيقوي العلاقات بين الدول. دي حاجة كويسة. طب الباراجراف التاني هيقول لي regarding traveling costs. لا طبعا الموضوع ده بيقلل اللود المادي على العائلات، فلا دي حاجة كويسة جدا. طيب يجي شخص تاني يقول لا أنا شايف إن التوبيك ده نيجاتيف. كويس جدا، هتلاقي برضو الكتاب بيديلك الأوبشن التاني. paragraph 1 This makes the world's cultures less diverse. لما أنا أكون بستعمل وبشتري وعندي كل الحاجات اللي في لندن وفي فرنسا وفي كل، يبقى أنا ما بقاش عندي اختلافات في الثقافة بين الدول. لا بروح أي دولة بلاقي فيها نفس الحاجات اللي موجودة في كل الدول، فما بقاش فيه الدايفرستي اللي احنا ساعات بنسافر عشان نشوف ثقافات تانية. فدي من العيوب بتاع الموضوع ده. تاني عيب في الباراجراف التاني اللي أنا هتكلم عليه وأعمل منه 4 جمل هو it could also be detrimental to the travel industry. طبعا شايفين أنا عملت إيه؟ الأول اتكلمت إن هي ميزة، إن مش هيبقى علينا تذاكر سفر ومصاريف على العيلة. نفس الحاجة خدت منها إن هي مشكلة، لأنها هتأثر على صناعة السفر، وممكن التكلفة بتاعة السفر تقل الإيراد اللي بيجي منها، فدي هتضر بصناعة الترافلينج، ودي ممكن تأثر على الاقتصاد بتاع البلاد. احنا هنلاقي بقى 30-40 سؤال اللي في الPDF اللي في الكتاب ده معمولين بنفس الشكل ده. لو انت موافق هتلاقي الايدياز اللي بتسبورت الاجريمنت بتاعتك، ولو انت رافض هتلاقي برضو الايدياز اللي بتسبورت الديساجريمنت بتاعك. يبقى انت اللي مطلوب منك فقط انك تذاكر الكتاب ده. لو ذاكرت الكتاب ده اعمل حسابك انك تاسك 2 بالنسبة لك في الايلز بالنسبة لك بقى اسهل سؤال في الامتحان كله.